اليوم. الحقيقة هو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية استند على المادة 14 الفقرة 1 2 و6 من قانون الأندية اللي هو رقم 18 سنة 86 والمعدل بقانون 37 لسنة 88 وبإقالة إدارة الكابتن فلاح حسن بسبب الخروقات في الانتخابات اللي أجروها في فترة من الفترات. القرار الحقيقة الأول اللي يعني أخذ الشرعية في البداية وعلى ضوء التوصيات مكتب مركز التسوية والتحكيم. المشكلة وين كانت في البداية؟ البداية كانت في إجراءات ناقصة، فما اكتملت الإجراءات حتى أنه تكون يعطي للقرار القوة، فلهذا يعني صار في تأخير في البداية المرحلة الأولى. لكن حاليا في القرار الجديد كل الإجراءات كانت كاملة، واعتقد الامور يعني وصلت الى المرحله بحيث انه مرحله اللا عوده بالنسبه لاداره فلاح. الى اداره فلاح حسن كل الامور يعني مستقره ومستتبه من الناحيه القانونيه. زين انتم